حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضيفاً على بودكاست بيج تايم، وفيه تطرق للعديد من المواضيع أبرزها انتقاله المفاجئ من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، كما تحدث عن موعد اعتزاله. وقال لاعب إنتر ميامي الأمريكي حالياً عن انتقاله من البارسا إلى البي اس جي: التغيير كان صعباً عندما ذهبت إلى باريس سان جيرمان لأنني كنت في حالة جيدة جداً في برشلونة وخططت للبقاء هناك. لم أكن مستعداً للمغادرة، كل شيء حدث بسرعة كبيرة وكان علي إعادة بناء حياتي بعد يوم واحد فقط. تعرفت على دوري جديد ونادي جديد، لقد كان تغييراً لم نكن نبحث عنه، ولهذا السبب كان الأمر صعباً في البداية. الآن وبعد مرحلته الجديدة خارج أوروبا، يعتقد البعض أن نهاية الأرجنتيني قد تكون قريبة. وقال ميسي عن اعتزاله المحتمل: أعلم أن اللحظة التي أشعر فيها أنني لم أعد قادراً على العطاء، وأنني لم أعد أستمتع في الملعب أو لا أساعد زملائي، ففي هذه اللحظة سأترك كرة القدم. أنا أنتقد نفسي بشدة، وأعرف متى أكون جيداً ومتى أكون سيئاً، ومتى ألعب جيداً ومتى ألعب بشكل سيء. عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة، سأقوم بها دون التفكير في العمر. إذا شعرت أنني بحالة جيدة، سأحاول دائماً مواصلة المنافسة، لأن هذا ما أحبه وما أعرف فعله. ويستعرض ميسي كل ما حققه كلاعب، ولا يفكر فيما سيفعله بعد الاعتزال. لم أفكر بعد فيما سأفعله عندما أعتزل. اليوم أحاول الاستمتاع بيومي وبكل لحظة أقضيها دون التفكير فيما هو قادم. ليس لدي أي شيء واضح حتى الآن، وآمل أن أواصل اللعب لفترة أطول. عندما يحين الوقت سأجد بالتأكيد الطريق إلى ما يرضيني وما أحبه والقيام دور جديد. على المستوى الرياضي كنت محظوظاً لأنني تمكنت من تحقيق كل أحلامي، والحقيقة أنني لا يمكنني أن أطلب المزيد. أشكر الله لأنه أعطاني الكثير على المستوى المهني والشخصي. أحاول أن أستمتع بكل ما أعطاني إياه الله حتى الآن، وهو كثير.